مجروحة وهو مجروح، فبالتالي بيحصل ايه؟ حالة انسحاب. المحور الثالث وهو الحب محتاج امان قبل الكلام. قال الله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة دفء وقرب، الرحمة مساحة امان وقت التعب، وقت الضغط يكون فيه رحمة وفيه امان. اوقات الزوج مش محتاج نصيحة، بيبقى محتاج احتضان لمشاعره. واوقات ايضا الزوجة مش محتاجة حل، هي مش عايزة حل، هي كل اللي هي محتاجاه تطمن انها مش لوحديها، تطمن انها مقبولة زي ما هي، مش محتاجة انك تحل لها حاجة، هي محتاجة امان، محتاجة تطمن. وخصوصا كده يعني انا هرمي كلمة لان هي بقى هتحتاج حلقة لوحديها، ان الزوج كل شوية انا هتجوز عليكي هتجوز عليكي. الكلمة دي خطيرة جدا جدا جدا، وحطوا تحتها مليون خط، ان هي تخلي عيشتك يعني مش عايزة اقول كلام وحش، بس هتخلي عيشتك جحيم، وانت السبب. لان الكلمة دي مش سهلة خالص على اي زوجة تسمعها، مش سهلة والله على اي زوجة تسمعها، لان في عوامل نفسية جواها بتحصل لما بتسمع الكلمة دي. حتى لو انت بتهزر، حتى لو هي عارفة انك بتهددها ان انت هتتجوز عليها، الكلمة دي ليها عامل نفسي عميق جدا 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 جوه الانسانة دي. فبالتالي ما تلومش نفس ما تلومهاش على المعاملة بتاعتها، ما تلومهاش ان هي اتغيرت، ما تلومهاش على اي حاجة، لانك انت السبب، انت مش مديها الامان. يا حبيبي اديها الامان، ده هو الامان الاول والاخير ان انت تكون معاها، ان هي ما تبقاش لوحديها، هو ده الامان، اديها الامان. هي خايفة انك هتسيبها، فبالتالي بيحصل منها تصرفات غير ارادية، مش في وعية، هي مش واعية، حاجات بتحصل جواها بتخليها تفور. يا جماعة والله الموضوع خطير، ما تستهونوش بالكلمة اللي بتنطقوها، الكلمة ليها قوة جبارة، الكلمة قوية جدا. انتوا مش اوقات بتسمعوا ان فلان جات له سكتة قلبية، ان فلانة طبت سكتة بسبب الكلام؟ احنا كلنا كلام، بس فين بقى؟ يعني الكلمة ليها قوة، والتفكير أيضا ليه قوة. يعني أنت ممكن تقول الكلمة